السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم بريوات بالكاوكاو والزجلان. كيجيو رائعين، كيجيو معسلين وناجحين 100% كما كتشاهدوا معايا. كتجي الورقه مقرمشه كتدوب في الفم، كذلك الحشوه كتجي بنينه ومعسله، يعني كتجي شاربه العسل. تابعوا معايا الفيديو الى الاخير باش تشوفوا الطريقه والمقادير. هنا غادي نحتاجوا بالنسبه للمكونات نحتاجوا 800 غرام ديال الكاوكاو مع 200 غرام ديال الزجلان. هنا بالنسبه للكاوكاو اي نوعيه عندكم يعني تستعملوها، ماشي شرط يكون هذا الكبير. هذا انا توفر عندي هذا الكبير استعملته. الا كان عندكم داك الرقيق حتى هو يجي مزيان، او داك المقشر اللي كيتباع هكاك منقي مقشر حتى هو يجي مزيان. غير بالنسبه للتحمار يعني هذا اللي كيكون القشره ديالو كنحمروه، ما كندهنوه لا بزيت لا والو، يعني كنخليوه هكا كنحمروه في الفران. النار تكون مهيله بطبيعه الحال، ما تكونش مجهده بزاف وفي نفس الوقت ما تكونش قليله بزاف، يعني تكون على 180 درجه. صافي كنبقاو نخبلوه مزيان، يعني ما نخليوهش يتحرق. كنبقاو نحركو فيه مره مره كنحركو حتى يتحمرنا ويصبح لنا اللون ديالو مذهب، يعني داك التحميره ديالو كتدخل حتى للداخل، يعني ما يتحرقش غير من برا. صافي كنخليه حتى يبرد. ملي كيكون سخون يعني ما يتقشرش حتى كيبرد عاد صافي غير كتحكو هكا بيديكم كطير ديك القشره بسهوله، يعني ما فيهش تماره بزاف، يعني بسهوله كتبقى يعني الكاوكاو كي كيتحمر ويبقى حتى يبرد بسهوله كتحيد هذيك القشره. صافي كياخذناش الوقت بزاف، ما كي واحد 3 ديال الدقائق كاع هكاك. صافي كنكونوا نقيناه مزيان ونفضناه بديك الطريقه هذه كما شفتوا معايا. صافي واخا تبقى لكم هكا شي حبات فيهم القشره ما عليها والو. صافي كنطحن الحشوه ديالي كامله، كنطحنها على هذا الشكل هذا، يعني كتكون معلكه. كذلك بالنسبه للجناح حتى هو طحنته بنفس الطريقه، يعني يكونوا معلكين، يكونوا يعني كتكون الحشوه مطحونه مزيان. كنضيف عليهم هنايا كاس ديال السكر كلاصي مع قبصه ديال الملحه ومعلقه صغيره عامره مزيان ديال القرفه. كذلك هنا عندي 2 معالق عامرين مزيان ديال المربى ديال المشماش. ضفت هنايا نص معلقه صغيره ديال المسكه مطخوخه، مسكه الحره مطخوخه. غنضيف هنا 2 معالق ديال الماء زهر. صافي غادي نخلط مزيان هاد الحشوه ديالي حتى كتجانسنا العناصر ديالنا كامله. صافي هنا نسيت عفوا، حتى بديت كنخلط في الحشوه ديالي وتفكرت الزبده يعني ما درتهاش. بالنسبه للزبده ضروريه في الحشوه. انا درت تقريبا عندي 50 غرام ديال الزبده اللي ضفتها. من الاحسن تخرجوها قبل من الثلاجه باش تذوب لكم هكا وتخلط بسهوله. المهم انا بقيت كنحاول معاها، كنت عاد خرجتها من الثلاجه، بقيت كنحرك فيها هكا بيديا ونضغط عليها حتى خلطها مزيان مع الحشوه ديالي اولا العقده ديالي بهذه الطريقه هذه. صافي كتعجنوا مزيان داك العقده، كتعجنوها مزيان صافي حتى كتخلطوا لنا المكونات كاملين وكنتحصلوا على العقده بهذه الطريقه كما كتشوف كتجي رطبه ومعلكه، يعني ساهله في التشكيل ديالها. صافي هنا غادي ندوزو نحضروا الورقه ديالنا. هنا بالنسبه للورقه كيلو ديال الكاوكاو اولا يعني كيلو ديال القوام، بالنسبه كاوكاو جدلان يعني عندنا بالمجموع كيلو. كتدخلنا فيها كيلو ديال الورقه، كيلو ديال الورقه الكبيره كما كتشاهدوا معايا. صافي هنا جبت الورقه ديالي، غادي نبقى نهز كل وحده، غادي نبقى ندهنها بالزيت بهذه الطريقه هذه ونحط عليها وحده اخرى، لان غادي نقطعوهم يعني مجموعين، يعني ندهنوها بالزيت باش تجينا سهله. وصافي يعني ندهنوها هكا الورقه كامله، احسن ما نبقاو ندهنوها هكا بالواحد بالطريف الصغير. كندهنوها هكا كامله ونحطو وحده فوق وحده فوق وحده حتى كنكمل الكميه ديالي كامله. صافي هنايا بعد ما دهنت الورقه ديالي كامله، يعني غادي نحاول نقدها من الجناب بهذه الطريقه. غادي نقطع هذيك الحاشيه اللي كتكون زايده صافي، وغادي نطويها بهذا الشكل. غادي نقطعها. بالنسبه للاشرطه خصهم يكونوا رقاق، ما يفوتوش 5 سنتيم يعني 4 سنتيم. انا درت في كل وحده يعني تقريبا 4 سنتيم. صافي كنبقى نعبر بهذه الطريقه هذه. الطرف اللي قطعته كنحطو على الجهه الاخرى، كنقطع نفس القياس. صافي غادي نقطعهم اشرطه هكا طوالين وغادي ندوزو نشكلو البريوات ديالنا. صافي هنا من بعد ما قطعتهم كاملين نديرهم في واحد البلاستيكه هكا، كيس بلاستيكي،
باش ما ينشفناش، لان الورقه يعني خصها ضروري تغطى باش ما تنشفش. الا نشفتش يعني الا نشفت لكم الورقه غادي تعذبكم في الطين وما غاديش تجي مزيانه. صافي هنا كنديروا الجهه اللي منسه كتكون من التحت والجهه اللي حرشه كتكون من الفوق. صافي دابا ندوزو نشكلوا العقده ديالنا، يعني باش نشكلوا البريوات. بالنسبه درت هنايا واحد شويه ديال الماء مع الدقيق باش نكوليو البريوات ديالنا، اولا ممكن تستعملوا البيض ديال البيض، يعني اللي كان سواء الدقيق والماء اولا البيض ديال البيض حتى هو كيكولي مزيان. صافي هنا كنشكل كويرات ديال العقده، كل كويره كيكون فيها تقريبا ما بين 8 غرام 7 8 غرام، يعني هذا هو القياس، يعني ما ديروهمش كبار بزاف باش يجيكم هكا البريوه. انا درتهم بحجم صغير باش يعني حجم تقريبا متوسط، يعني الشكل ديالهم كيجي زوين هكا، كيجي صغيور ويجي مجموع كيجي زوين. يعني ما تكثروش العقده بزاف، ما ديروش الكره ديال العقده كبيره بزاف. صافي غادي نبقى نطوي بهذه الطريقه هذه كما كتشاهدوا معايا. حاولوا ما تزيروش يديكم، تكون يعني كتلفوا بشكل عادي، ما تكونش مزيرين يديكم بزاف. صافي هنا غادي ندير ديك شويه ديال الدقيق اللي خلط مع الماء، صافي كنكولي به ونحطو على جنب. غادي نعاود معكم وحده اخرى كما كتشاهدوا معايا. درت الكره ديال العقده كنطوي بهذه الطريقه هذه. شاهدوا معايا انا حاولت نقرب الصوره باش تكون واضحه مزيان. صافي كنشكل بهذه الطريقه هذيك ديك الكويره ديال العقده ما كنخليوهاش هكا مكوره، كنضغطوا عليها شويه هكا بيدينا. صافي كنكمل كنلف بهذه الطريقه هذه، يعني نحاولوا ما امكن يعني ما تزيروش وفي نفس الوقت ما ترخفوش، يعني كتلفوا عادي بهذه الطريقه. وفي الاخير كتكوليو بداك الدقيق اللي خلطناه مع الماء اولا البيض ديال البيض كما قلت لكم، حتى البيض ديال البيض حتى هو كيكولي مزيان. صافي غادي نقطع هاد الزوائد. صافي غادي نكمل الكميه ديالي كامله ونرجع معكم. صافي ديال الكميه اللي تحصلت عليها، يعني كيعطينا كميه يعني معقوله كما كتشاهدوا معايا. بالنسبه للبريوات كتخليهم ينشفوا على الاقل، يعني الا كن من الاحسن تخليهم يباتوا. الا ما بغيتهم تقليوهم في نفس النهار خليهم واحد 2 ديال الساعات ولا 3 ديال الساعات، يعني الوقت اللي بغيتو تخليهم كتخليهم هكا على جنب حتى كتنشف داك الورقه، باش الورقه كتجينا مقرمشه وكتجي زوينه. يعني واخا كنحطوهم هكا كنخليهم ما ندخلهمش للثلاجه ولا المجمد، يعني كيبقاو غير على برا هكا في البواطه تكون محكمه الاغلاق، كيبقاو مقرمشين وكيبقاو زوينين. صافي هنا كما شفتوا الزيت خليته حتى سخان، يعني نخليو الزيت حتى كيسخن مزيان، يعني ما نديروهش في زيت بارد. اللحظه اللي نحطوا البريوات ديالنا في الزيت ما نحركوهمش، نخليهم حتى كيشدوا في راسهم، عاد كنبقاو نحركوا في البريوات. والسر ديالهم هو انهم خصهم يطيبوا على خاطرهم. النار ما تكونش مهيله بزاف يعني، والنار ما تكونش مجهده، يعني تكون متوسطه تقريبا. يعني الا شفتهم كيتحمروا بسرعه نقصوا النار، يعني نتوما عندكم ميزانكم على حسب البوطه ديالكم، على حسب يعني الجهد ديالها. صافي كما شفتوا كنبقى نحرك يعني ما تخليهمش غير تقلبوهم غير على هاد الجهه ولا على غير هاد الجهه، يعني كنبقاو تقلبوا فيهم تقلبوا حتى كتحمر، وداك التحميره ديال الورقه كتدخل حتى للداخل، يعني ماشي كتحمر غير من برا وكتبقى من الداخل خضراء، لا البريوات ديالنا كيتحمروا حتى التحميره ديالهم كتدخل حتى للداخل. كنتمنى تكونوا فهمتوني. صافي كما قلت لكم ضروري من التحرك عند كتوضعوا الورقه. اول حاجه وضعوا الورقه في الزيت، ما تحركوهاش هذيك الساعه، تخليوها حتى كتشد راسها، كتشوفوها بدات كتبيض وكتشد راسها، عاد تبقاو كتحركوا هكا في البريوه ديالكم، يعني ما تخليوهاش هكا حتى تحمر على جهه وعاد تقلبوها. المهم كل مره كتبقاو تحركوا فيها كل مره باش التحميره كيجي البريوه ديالكم كتجي محمره كامله لون واحد، وكيدخل لهم الطياب حتى لداخل. صافي من بعد ما قليت البريوات ديالي، انا حاولت نختصر ما بغيتش نبين معكم يعني نطول عليكم الفيديو. صافي خليتهم حتى تحمروا، بقيت كنهز هكا الحبه اللي بانت لي طايبه، صافي كنهزها ونديرها في هذاك الصفايه اولا داك الشبكه. صافي اللي طابت كنديرها في العسل، يعني المده اللي كنخليها البريوات ديالي في العسل كنخليهم غير المده اللي كطيب المقله الثانيه، يعني كنطيب الطيبه الاولى كنديرها في العسل، يعني كنوضع البريوات اللي كيطيبوا من بعد اللحظه اللي كيقربوا يتحمروا لنا، صافي كنحيد هذيك من العسل ونديرها هكا هكا في واحد الشبكه ولا في الكسكاس كما درت انايا. صافي وهنا كما شفتوا القليه التاليه نقليتها، كبيتها هكا كامله هذيك البريوات اللي كان عندي في هذاك الكسكاس، صافي باش كيزيد يشرب داك العسل. وانتم الا بغيتوا عاد تبقاو ديروا بحال هكا، يعني ديروه في داك العسل اللي كيطيح من التحت، كتوليو عاوتاني تكبوا عليهم من الفوق حتى كيشربوا العسل مزيان.
صافي هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال البريوات ديالنا ديال هذا النهار. كما كتشوفوا كيجيو محمرين، كيجيو مقرمشين، كيجيو رائعين. انا بالنسبه للتزيين احتفظت بهم هكاك، يعني ما درت حتى شي حاجه. كنتمنى تجربوهم ان شاء الله وينجحوا معكم. وصلنا لنهايه الفيديو، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.